بكلمتين بس بقدر دمر والغي صفقة انتقال كيليان مبابي الى ريال مدريد. هيدا كان تهديد الرئيس الفرنسي انويل ماكرون لريال مدريد وفلورنتينو بيريز. ماكرون بيطلع بيهدد الريال وبيقول انه هو في يلغي صفقة مبابي وانتقاله الى ريال مدريد، وهالشي بسبب يعني اسباب اقتصادية وسياسية ورياضية، واهمها هي مشاركة كيليان مبابي بالاولمبيات اللي حيكون فيها الفريق الفرنسي بقيادة تيري هنري، خاصة انه ريال مدريد بيرفض تماما انتقال اي لاعب او مشاركة اي لاعب ضمن صفوفه بهذه الاولمبيات لانها غير خاضعة لحكم الفيفا او غير منضمة للفيفا. صراحة يعني ما بعرف شو لسه بده يصير بهيدي الصفقة. انا طلعت وقلت انه هيدي الصفقة مش بالهين، لانه حتى الرئاسة الفرنسية عم تتدخل فيها، وانا بشوف لا خص الاولمبيات ولا غيره ماكرون ما بده يطلع مبابي من فرنسا، بدهم يحتكروه لحتى يبقى بفرنسا كوجه اعلامي كوجه رياضي وحتى سياسي. بيبقى انتوا تعطوني رأيكم بهالشي اللي عم تسمعوه. يعطيكم الف عافية وسلام.